السلام عليكم خالتي خياتي، نشكركم كما يقولوا على الدعم والمتابعه اللي راكم ديروها لنا، بارك الله فيكم، واللي راكم تبارطاجيو لي فيديو تاعي، بارك الله فيكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه اسمر الجزائري. كما شفتوا في اول الفيديو القلب اللوز تاع بولحية اللي دار ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت وحده بعثت لي في الخاص وقالت لي باللي انا سيته وما نجحليش ولا جا هاك شغل شويه يابس، قالت لي ممكن تورينا طريقه على طريقتي، يعني نوري لكم ولا نوضح لكم الفيديو على طريقتي، لانه هو كان يشرح الفيديو تاعو كانه كي يخدم كونتيتي كبيره، ولكن هو الحق مد مقادير صغيره لهذا القلب اللوز. وانا كما جربتوا راكم تشوفوا الطريقه كيفاش خرج ما شاء الله، وانا نعطيكم كما نقولوا حنايا التفاصيل تاعو الممله واش رايي فيه كقلب اللوز تجاري اللي حاب يعملوه كوصفه تجاريه. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا عندي كيلو نتاع الحرشه، وماذا بكم الحرشه اللي تكون خاصه بالقلب اللوز وتكون خشينه. هنا عندي 750 غرام نتاع السكر، 750 غرام نتاع السكر مع كيلو نتاع حرشه اللي خاصه بالقلب اللوز، والسميد اللي يكون خشين كما راكم تشوفوا فيه، راني نوري لكم ونوضح لكم يكون خشين. ما تستعملوش هيك المتوسط وما تستعملوش الرقيق، استعملوا الخشين باش ينجح لكم هذا القلب اللوز وما يتعجل لكمش. هنا بعد ما درت 750 غرام نتاع السكر وكيلو نتاع السميد واللي هي الحرشه ولا الدقيق اللي ولا السميد الخاص بالقلب اللوز، نخلطهم جيدا. هنا نجيبوا كاس تاع الماء تاع 220 مليلتر اللي راكم تشوفوا فيه، وما كاش وحده ما عندهاش هذا الكاس. رايحين نبداو نبلوا في هذا السميد تاعنا ونبداو نبسوا فيه كما هذه الطريقه، يعني نبداو نخلطوا فيهم مع بعضهم بالاصابع نتاوعي. دوك هنا نبطأ شويه الفيديو تاعي، يعني ما نسرعوش باش تشوفوا الطريقه اللي نخدم بها هذا السميد تاعي ولا هذه الحرشه. شوفوا كيفاش نطلع باليدين تاعي ونهبط بالاصابع الكبيره هذيك. الكاس نتاع 220 مليلتر يعني استعملته كامل. انتم هنايا شوفوا الطريقه كيفاش. هنا راني نخدم فيه وراني نضغط باليد نتاعي، الضغط جيدا لمده حوالي تفوت 5 دقائق وانا نعمل فيه بهذه الطريقه. انتم تقدروا هنا هذا السميد تخدموه يعني في الليل وتخلوه يبات، كما انا هنايا خدمته الصباح خليته يريح على الاقل 5 ساعات، خليته يرتاح 5 ساعات وغلقته وحطيته ابجيه. رايحين في نفس الوقت باش نخدم الشربات نتاعي اللي نحتاج فيها 500 غرام نتاع السكر اللي هو نصف كيلو نتاع السكر مع ريتله ونصف نتاع الماء، ريتله ونص تاع الماء، رطل نتاع السكر ولا نصف كيلو نتاع السكر. هنا انا زدت كميه تاع السكر تقريبا حوالي 71 غرام حتى 100 غرام، تقريبا درت 600 غرام نتاع السكر، وزدت كاس واحد اخر نتاع الماء فوق القيس نتاعها. علاش دائما في قلب اللوز تاعكم خدموا كميه الشربات تكون كبيره شويه، على خاطر كاين دقيق وين يشرب السوائل كما نقولوا احنا نشرب الشربات بزياده، ماذا بكم تكثروا في الشربات. خليتها غلات لمده 15 دقيقه عفوا ربع ساعه، بعدها طفيت عليها، كنت درت لها 2 شرائح نتاع ليمون ونحط لها هذاك الفنجال نتاع المزار ونخليها بجيه تبرد. بعدها بعد مرور 5 ساعات رجعت لهذيك الحرشه تاعي اللي خدمتها بكاس تاع الماء، 500 غرام نتاع السكر وكيلو نتاع السميد يكون خشين الخاص بالقلب اللوز، ونبدا نحل فيها باليد تاعي. راح نزيدوا كاس الثاني لكم تشوفيه، هذا هو الكاس الثاني نتاع 220 مليلتر نتاع الماء، ونبدا نبل غير بشويه، يعني نبداو نشمخوا في هذيك العجين تاعنا ولا هذيك الحرشه تاعنا ولا السميد غير بشويه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ونبدا بنفس الطريقه بالاصابع نتاوعي وكأن رانا نعجنوا فيها، يعني دلكوها دلكا جيدا باليدين تاعكم كما راكم تشوفوا هنايا، حتى تتحصلوا على كما نقولوا حنا واحد الكريه تكون متماسكه وفي نفس الوقت تكون بالخف كما نقولوا حنايا تفتح، يعني تتفتت. شوفوا كيفاش نخدم، يعني بنفس الطريقه باليدين براحه اليدين تاوعي والاصابع تاوعي، شوفوا كيفاش نخدم فيها. هنا مده هذه العمليه تقريبا مده فاتت 10 دقائق وانا نخدم بهذه الطريقه حتى دلكتها مليح وتحسوا بالدقيق تاعكم ولا السميد تاعكم ولا خفيف. ونزيد لكم فكره، هنا الماء تاعكم ما تفرغوش مره واحده، فرغوا غير بشويه، على خاطر كاين السميد اللي يشرب المياه وكاين السميد اللي ما يشربش المياه. وكذلك نعطيكم فكره، كذلك كاين السميد
اللي يطلق الماء كي تعودوا تخدموا فيه تزيدوا ديروا له غير شويه ماء حتلقاوه بالخف اجرى، يعني ولا جاري، ولا كما نقولوا حنايا فيه الماء. يعني انتم ديروا بشويه عينكم هي ميزانكم. انا هنا الكاس خذته لي كامل حتى تحصلوا على عجينه مثل هذه تتماسك في اليد كالكوريه وتتفتح بسهوله. شوفوا كيفاش، لانه هذا السميد على دلكناه مليح باليد تاعنا، وزيد كي عاد خشين ما تخافوش يتعلق، ولا كما نقولوا حنايا يولي كيما العجينه. راكم تشوفوا ما فيهش العلك بالدرجه تاعنا، ما فيهش العلك. راح تعجنوه ينطم لكم بهذا الشيء ويولي يتفتح بالعقل. ومن جهه السكر تاعكم راح يذوب. هنا كاضافات من عندي فقط باش ما نشمش غير ريحه السميد، زدت ملعقه صغيره نتاع عطر الفانيليا، وزدت قرصه تاع الملح لتعديل الذوق. هو ما درش هنا لا فانيليا لا ملح، انا بالعاني درتهم كاضافات فقط من عندي باش نحي ريحه السميد هذاك اللي راكم تشموه ولا كي تعودوا تاكلوا فيه تذوقوه. جبت هنا الصينيه تاعي تاع 30 على 40، الطول تاعها 40، العرض تاعها 30 سنتيمتر، ودهنتها بالزبده او مارغرين ولا السمن، واش عندكم في الدار استعملوا. هنا عندي كميه تاع اللوز حوالي قيس الحبات اللي عندي لهيه، درتهم شمخوا في الماء. على درتهم شمخوا باش كي نطيبوهم ما يتحرقولناش الحبيبات تاع اللوز نتاعنا. هنا ندهن الصينيه كامل من الاطراف من الجوانب كلش ندهنها. نعاودوا نرجعوا للسميد تاعنا هذاك اللي كنا خدمناه بالماء. وانا هنا ننصحكم انكم الماء تزيدوا له شويه تاع المزهر اذا كنتوا تحبوا ريحه المزهر في القلب اللوز نتاعكم. ننصحكم انكم تزيدوا يعني ديروا نصف ماء ونصف ماء الزهر وتعجنوا هذا العجين نتاعكم اذا كنتوا تحبوا ريحه المزهر في الماء في القلب اللوز نتاعكم. عفوا هنا واش ندير، نبلي يديا بالماء ونبدا نبسط في هذيك العجين. هو القلب اللوز تاعو داروا محشي، انا ما حبيتش ندير قلب اللوز محشي، درتو سامبل يعني كما نقولوا هنا عادي جدا ماشي محشي خلاص. اذا حبيتوا قلب اللوز محشي نحوا كميه من هذا العجين تاعكم هذا تاع السميد وتزيدوا له شويه كاكاو وشويه لوز مرحي او كاوكاو مرحي، وديروا الطبقه الاولى تاع تفتحوا دويره من عجين، تحطوا هذيك الحشوه في الوسط، ومن بعد تزيدوا الطبقه الثانيه تاع هذاك العجين تاعكم. نورمالمون راهي كلشي مفهوم. يعني تنحوا شويه من العجين تاع قلب اللوز هذا، تزيدوا له شويه كاكاو وشويه لوز مرحي او كاكاو مرحي، تزيدوا له تشمخوه شويه يكون شويه جاري، ما تخلوش زعما كما يقولوا حنا شاد روحو باش يمشي لكم بسهوله في هذا العجين. ديروا الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه نتاع الحشوه، والطبقه الثالثه تاع العجين. نبسطها بهذه الطريقه، نزيد لها من فوق نرشها كما نقولوا حنايا بالزبده او السمن كما راكم تشوفوا الطريقه بالبانسو تاعي، ومن الفوق كامل خلاص. ومن بعد نقطع هذوك الحبيبات تاع قلب اللوز نتاعي. هنا القلب اللوز في الوصفات الاخرى نقول لكم ما تضغطوش عليه بزاف باش الداخل ما يجيكمش معجن. هنا ابسطته بالراحه تاع اليد تاعي وضغطت عليه، يعني ما تعجن ما حتى حاجه، وخرج قلب اللوز حبه بحبه. كما راكم تشوفوا راني نقسم فيه من الفوق العرض تاعو على 4 والطول تاعو على 6. وشوفوا شحال من حبه تاع كما نقولوا حنايا تاع قلب اللوز خرجت لنا. وراح نجيب هذاك اللوز تاعي ومن بعد زدت رشيتها شويه برك تاع المارغرين من فوق ذايبه. ديروا السمن او ديروا واش حبيتوا. هنا حطيت لها حبيبه تاع اللوز، خليتها تحت لمده ساعه، ومن بعد شعلت الفرن تاعي على 200 درجه مئويه، سخنته مليح من فوق ومن تحت. بعدها كي دخلت الصينيه تاعي طفيت له من الفوق، شعلته غير من التحت على 200 درجه مئويه. الوقت اللي بداو يحمروا الجوانب شوفوا كيفاش بداو يحمروا. واش درت؟ عاودت رجعت الصينيه تاعي لداخل، عاودت شعلته من الفوق، ولا شاعل من الفوق ومن التحت. في الاول شعلوه من التحت، كي حماروا الجوانب عاودوا دخلوه، عاودوا شعلوه من الفوق، يقعد شاعل من الجهتين من الفوق ومن التحت، ومن بعد حتى يتحمر لكم. ومن ذاك دوروا. اللي عندها الفرن تاع الغاز تشعلوا من التحت حتى يحمروا الجوانب جيدا، ومن بعد تشعلوا من الفوق باش يتحمر من الفوق وهو يطاب قلب اللوز نتاعها. هنا سقيتها ب1 لتر نتاع الشربات، 1 لتر تاع الشربات، يعني قعد لي نصف لتر تاع شربات. هنا بعدها خليته حتى شرب مليح تماما، ومن بعد زدت له كميه تاع الشربات، يعني ما درتش هيك نصف لتر الاخر. يعني عندكم هي ميزانكم، الوقت اللي تشوفوه شرب كامل خلاص هذيك الشربه تاعكم، زيدوا له كميه خفيفه فقط باش ما يجيكمش كما نقولوا حنايا شارب بزاف ولا يتفتت لكم كي ترفدوه. يعني عندكم هي ميزانكم، غير تحطوا له الريتله الاولى نتاع الشربات تاعكم راح يشربها، ومن بعد مده راه تستناوها غير شويه، غير وقت يشربها زيدوا له كميه صغيره اقل من كاس. انا قعدت لي تقريبا كاس وشويه، وخلوه
يشرب بغرضه. هنا خليته بات ليله كامله، يعني قلت لكم انا خدمته في النهار، عجنته الصباح، خليته ارتاح 5 ساعات، زدت عاود كملت العجنه تاعو، زدت خليته ارتاح ساعه، طيبته، بعدها شربته، زاد بات ليله كامله هو يشرب غير بغرضه، وقسمته. شوف القوام تاعو كيفاش خرج، ما شاء الله، محمر من التحت ومن الفوق ومشرب حتى للقلب. وكذلك باش نكون صريح معكم، انا البنه تاعو ما عجبتنيش، نقول لكم على ما عجبتنيش، لانه صح تقول تاع برا اللي يتباع في المقاهي ويتباع في المحلات وكل شيء، لانه ناقص مزهر. انا بصراحه القلب اللوز لو كان ما يكونش فيه ريحه المزهر، فيه قاويه، ما ناكلوش. على هذه قلت لكم ماذا بكم تزيدوا الماء تعودوا تعجنوا فيه، زيدوا له الماء ومزهر، خلطوه باش اللي يحب ريحه القلب اللوز فيها ريحه المزهر يزيد المزهر كيعود يعجن فيه. ان شاء الله نكون راني فهمتكم مليح في الوصفه تاع قلب اللوز هذه الاقتصاديه. الوصفه كذلك مليحه بزاف للمشاريع اللي حابه يديرها كمشاريع، يعني ما فيها لا سمن، ما فيها حتى حاجه، لا البن لا رايب لا حتى حاجه، ويخرج القوام تاعو ما شاء الله. اللي حابه تجرب الوصفه لوليداتها في الدار نقولها جربيها وعينك مغمضين، طبقي برك الخطوات اللي تبعتهم. الوصفه انك هنا السر تاعها كامل في الحرشه ولا السميد ولا الدقيق يكون خشين من نوع نتاع قلب اللوز. انا السميد تاعي نشيته اللي يتباع بالميزان، شريته 15000 للكيلو. دوك كل منطقه شحال يبيعوا فيها هذا كيما نقولوا هنايا الحرشه تاعكم ولا هذا السميد. ونقولوا هذا الاخ بولحيه له داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي، يعطيك الصحه، قلب اللوز خرج ما شاء الله هايل. قالت لي الذوق برك، انا نحب القلب اللوز اللي يكون فيه مزهر، وتولي مساله اذواق، يعني ماشي نعيب في القلب اللوز نتاع السيد. نقول يعطيك الصحه على هذه الوصفه الاقتصاديه التجاريه ما شاء الله، وشكرا جزيلا، وان شاء الله في ميزان حسناتك، وان شاء الله تكون صدقه جاريه عليك ان شاء الله. خوتي خياتي ما تنساوش تهبطوا في اسفل الفيديو تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر الجزائري. ما تنسوش بالبارطاج والاعجاب وتلقى مشاهدينا راهين كما انتم. تلافيكم بزاف سلام.